رابح وغدا تهجر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بتحية مباركة عطرة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بلقائي بكم ومعكم من خلال برنامج والصلح خير، وفي حلقة جديدة ومتجددة وفي موضوع جديد أيضا، وعلى مدى ساعة و20 دقائق من المباشر من قناة القرآن الكريم الخامسة. دائما نحاول إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، نحاول أن نستأصل كل أسباب الخلاف والنزاع والقطيعة التي تحدث بينكم بين الحين والآخر، بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أطراف أخرى، ونحاول زرع بذور المحبة والإخاء والوفاء، وأيضا الاستقرار في الأسرة الواحدة والاستقرار في المجتمع، وكم نحن بأمس الحاجة إلى ذلك. مرحبا بكم أيها أوفياء برنامج والصلح خير، مرحبا بكل من يتصل بنا، بكل من يتواصل معنا، مرحبا بكل من يراسلنا عن طريق البريد العادي والإلكتروني، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة في موسم جديد دائما أردناه أن يكون بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا، صدق الله العظيم. نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نشاط، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. وكيف أمور الصلح؟ ماشية والحمد لله، نسأل تراك الله دوام متعبا؟ النعم. متعبا؟ لا، لابد التعب، يعني هو سر العمل إن شاء الله. وفي الصلح صبر أيضا دكتور. إن شاء الله موفق دكتور. آمين أجمعين. إذا نعود إليكم لنتعرف على الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني لتسهيل مهمة الاتصال، ونكون جسرا ونكون قد فتحنا أبواب النقاش وأبواب أيضا المساءلة في قضاياكم بعد معرفة عنوان الحلقة. تابعوا معنا. تواصل مع برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz، كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذا نعود إليكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنا قد احتفلنا خلال الأسبوع الماضي يوم السبت الفارط بذكرى يوم العلم، وعبر قناة القرآن الكريم برامج عديدة أكدت عن عظمة الإمام عبد الحميد ابن باديس. في هذه الحلقة نتحدث أكيد عن العلم ونتحدث أيضا عن الصلح، ولهذا عنوان هذه الحلقة هو الصلح مع العلم. أكيد أن البعض ربما يتساءل لماذا هذا العنوان بالضبط. سنتعرف على إشكالية الموضوع وأسباب اختيار هذا العنوان في برنامج والصلح خير. نستفتح هذه السهرة بمقدمة لفضيلة الدكتور السعيد بويزري. فضيلة الدكتور مرحبا بك مجددا. إذن دكتور، الحلقة هي الصلح مع العلم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. مسألتين أساسيتين يجب طرحهما في هذا البرنامج. المسألة الأولى دكتور تتعلق بالناس. لاحظنا في العديد من الحلقات من برنامج والصلح خير أن بعض الناس يعيشون أو يقعون في مشاكل عن جهل،
لأنهم لا يدركون ربما القيم الشرعية، لا يدركون أيضا أن الصلح متجدر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. ولهذا لاحظنا في العديد من الأحيان أن البعض يرفض القسمة الشرعية ويقتدي بالقسمة حسب العادات والتقاليد وحسب الأولوية ربما للذكور قبل الإناث. لاحظنا أيضا أنه في بعض الأحيان هناك ظلم كبير يقع على عاتق بعض الناس، خاصة عندما يشعرون بضعف في عدم طرح أي قضية أو أي مسألة، وأنت أدرى بهذا في جلسات الصلح. أما المسألة الثانية فهي تكون قد تتعلق بالعلماء. الكثير من الناس يجهل ولا يدرك معرفة من هذا العالم ومن ذلك العالم، خاصة إذا رجعنا إلى بعض الأسئلة التي نطرحها على الناس، مثلا كسؤال: من هو مثلا الفقيه الذي كتب كذا وكذا؟ من هو الفقيه الذي أسس كذا وكذا؟ من هو العالم الذي فعل كذا وكذا؟ ولهذا نلاحظ علامات كثيرة من علامات الاستفهام، ولا يدرك المرء ربما أو لا يدرك الناس معرفة العلم أو قيمة العلم أو حتى قيمة العلماء. إذن دكتور، السؤال المطروح: العلم هو الدافع الذي يجعل من الضعيف قويا ومن الجاهل عالما. كيف يستطيع فضيلة الدكتور سعيد بوزيري أن يجيب عن هذه المساءلة وهذه المعادلة في بداية هذا البرنامج، الصلح مع العلم؟ لماذا فضيلة الدكتور سعيد بوزيري؟ بارك الله فيك. شكرا نجاة على هذا السؤال المهم جدا، الذكي جدا، الهادف. فهو سؤال هادف هادئ هادي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله سلمان ونرتدي التنوان والصلح خير. سؤال مهم: الصلح مع العلم. بالنسبة للإشكال، الجزء الأول من الإشكالية: الكثير من الناس يقعون في مشكلات، بل يصنعون أزمات وخلافات ومشكلات بسبب الجهل. فالعلم نور والجهل ظلام. نعم. ومظاهر ذلك كثيرة وأدلة ذلك كثيرة. منها الجهل يؤدي بالإنسان إلى عدم الالتزام بحكم الشريعة في موضوع النزاع. يقع نزاع بين الناس كما قلت نجاة، بارك الله فيك، فحينما يحتكم المتنازعون إلى إمام أو فقيه أو مصلح أو حتى إلى القاضي، فإذا كان أحدهما أو كلاهما أو كلهم عند تعددهم لا يعلمون، وربي قال في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا كان هؤلاء أو كان أحدهم لا يعلم، سيكون عقبة كؤودة في طريق الصلح والإصلاح. لا يرضى بالصلح. إذن الجهل عقبة كؤود، والعلم نور حقيقة. يروى عن الإمام الشافعي أنه قال حينما وقع في ذنب ذهب إلى شيخه وكيع. قالوا: أنا تعرف يا شيخي أنني سريع الحفظ، ما تراه عيناه يدخل في مخه، يختزنه عقله مخه، ولكن في وقت من الأوقات ما استطاع أن يحفظ. ولكن هذا الشيخ، شيخ الإمام الشافعي، أدرك الخلل. قال: لا شك أنك وقعت في معصية، هي معصية بسيطة. ثم قال له: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فكتب قصيدة من ضمن ما ورد فيها: شكوت إلى وكيع، وكيع معنى الشيخ الإمام الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأخبرني وأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقد قال أحدهم في أبيات شعرية لطيفة في حوار لطيف هادئ بين العلم والعقل. وكلاهما مهم. نريد العقل كما نريد العلم وكلاهما مكمل للآخر. فحصل حوار لطيف بينهما.
ترجمه أحد الشعراء في أبيات أقول منها ما يلي: علم العليم وعقل العاقل اختلفا. هو الخلاف، حصل النزاع بينهما، ما هو الحل، ما هو الصلح. علم العليم وعقل العاقل اختلفا. نعم. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ طبعا هم ما تنازعوش على الأرض ولا على الحانوت مثل ما شاهدنا في بعض القضايا. نعم. هم يتنازعون في أمر آخر. نعم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا. من ذا الذي طلعوا منهما المستوى دكتور، طلعوا لنا المستوى. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرف. نعم. كل واحد يجيب حجة. نعم. أنا الرحمن بي عرف، يعني نعرف الله عز وجل بعقولنا. نعم. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. ربي سبحانه وصف نفسه بالعلم كقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. استعرف به وانصرفوا وانتهى الإشكال بدون فوضى، بدون عنف، اعترافا نعم. بفضل العلم. نعم. لذلك صدق الله إذ يقول وقل ربي زدني علما. نعم. وقال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. إذن غياب العلم يا أختي نجاة في الحقيقة يحدث أزمات، إما على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والمستوى نعم. الثقافي والمستوى الإعلامي، على جميع المستويات. يكفي أن نقول ما قلت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إذن فالعلم هو طريق الوصول إلى جنات النعيم. نعم. نسأل الله التوفيق والتيسير. هذا من جهة. من جهة ثانية، الشق الثاني من الإشكالية الجهل بالعلماء. نعم. إذن فعنوان الصلح مع العلم إن شاء الله وأهله. نعم. الشيء الشيء المحزن للغاية سواء على مستوى الجزائر أو على مستوى العالم الإسلامي. نعم. يعني الكثير من الناس يجهلون العلماء الأقطاب، وربما يعرفون بعض العلماء المعلومين المعروفين. نعم. أما المغمورون منهم فهم منسيون. نعم. لذلك هذه أزمة في الحقيقة، هذه مشكلة مما أذكره في مناهجنا التربوية القديمة. في كل مناسبة يموت فيها عالم إلى آخره، يعني يؤمر الطلبة أو التلاميذ بإنجاز بحوث صغيرة نعم. للتعريف بالعلماء. ماذا تعرف مثلا عن أبو العباس أحمد الغبريني؟ ماذا تعرف عن الشيخ رزق الشرفاوي الأزهري؟ ماذا تعرف عن المولود الحافظي؟ ماذا تعرف عن بن باديس؟ عن الشيخ عدون أو الشيخ بيوض أو عن قطب الأئمة الشيخ طفيش، وهو من شيوخ الإباضية الكبار، وهو الشيخ الفضيل الورتلاني. نعم. أسماء لامعة، وكم هي كثيرة. نعم. وطويلة، وهي كثيرة أعلام جدا. الجزائر. نعم. لذلك هذه أزمة في الحقيقة، وكلنا مطالبون بمعالجة هذه الأزمة. نعم. وبإيجاد تلك الروافد التي أو الجسور التي تربط بين جيل اليوم وبين جيل الأمس. نعم. بيننا وبين العلماء السابقين. وربنا يقول في القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حينما أقرأ كتب التاريخ وأبحث عن علمائنا الحقيقة أجد ما يثلج الصدور. حينما أتذكر مثلا أحمد بن دريس اليلولي، هذا توفي سنة 760 للهجرة، يعني مات منذ قرون. من يعرف أحمد بن دريس اليلولي؟ وهو من شيوخ العلامة ابن خلدون. نعم. والجميع يعرف من هو العلامة ابن خلدون، صاحب المقدمة الشهيرة. إذن من شيوخه سيدي أحمد إذرك معروف، يعني صاحب زاوية تسمت عليه زاوية سيدي أحمد وذريس ذي إيلولا، يعني بقرب زاوية أو المعهد الوطني لتكوين الإطارات الدينية. نعم. معهد سيدي عبد الرحمن اليلولي. نعم. بجواره قبل الوصول إلى هذا المعهد المبارك نجد على اليسار زاوية سيدي أحمد وذريس. نعم. من هو سيدي أحمد وذريس؟ هذا من كبار علماء الأمة الجزائرية ومن كبار علماء الجزائر الذين بلغوا شأوا كبيرا في العلم والمعرفة، وكان ممن درسهم العلامة ابن خلدون. وحينما نتحدث أيضا عن الشيخ ناصر الدين
المشدالي الذي توفي نعم. سنة 731 للهجرة. هذا العالم الفقيه، هذا العالم الكبير الذي بلغ أيضا مستوى عاليا جدا في العلم والمعرفة. وحينما نتحدث عن أبي العباس أحمد الغبريني أيضا بلغ شأوا كبيرا في العلم والمعرفة. وحينما نتحدث عن العلماء كثيرين 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 جدا لا يمكن أن نحصيهم، والقائمة هؤلاء العلماء نعم. القدامى. نعم. وإذا عدنا إلى العلماء يعني المحدثين يعني نجد مثلا الشيخ ابن باديس رحمه الله، ما دام تحدثنا عن ذكراه. هل المشاكل ربما دكتور في برامج التدريس، وسنعود لتعريف نعم. بمدرسة لجمعية العلماء نعم. المسلمين، هل المشكل في برامج التدريس؟ يقينا نعم. المسؤولية مسؤولية جماعية تشترك فيها الأسرة، نعم، حتى التي لا نتعرف عن تعرف الأسباب أبنائها بعلمائها. العلماء. نعم. إذا كان الأسرة تذكر هؤلاء هذه الأسماء اللامعة، هؤلاء العلماء الأعلام، لا شك أن هؤلاء الأولاد من باب الفضول سيبحثون عن من هم هؤلاء، وخاصة في هذا الزمن، زمن الانترنت وزمن الفضائيات. نعم. وزمن الغزو الكبير نعم. الذي وصل إلى عقول الصغار بشكل مذهل حقيقة. أقول أنه ابن باديس مثلا حينما كنا صغار كنا نقرأ عنه، أنا في اعتقادي عاش أكثر من قرن. نعم. نظرا لكثرة يعني أفضاله وفضائله وآثاره. شرح فسر القرآن الكريم على مدار 25 سنة. نعم. يعني وأتم تفسيره في 1938. وبعد سنة أتم شرحه للموطأ في سنة 1939. وفي السنة التي قبلها 1938 أتم الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري شرحه للمختصر الفقهي لسيدي خليل. نعم. لازم نعرفه. وسيدي خليل هذا مرجع كبير من المراجع الفقهية على مستوى أمتنا الواسعة. وهذا المختصر الفقهي قام بحفظه ما يسمى بجدي من قلات. الآن أي واحد في المنطقة من قلات لكن جدي من قلات. نعم. ولكن يقول جدي من قلات، هكذا يقول جدي من قلات. نعم. ولكن ما يعرف قيمة هذا الرجل إلا القليل. نعم. هذا رجل من عظماء الجزائر اسمه عيسى بن مسعود المنقلاتي، وقد حفظ الموطأ كاملا، موطأ الإمام مالك. نعم. وحفظ المختصر الفقهي لسيدي خليل في 3 شهور ونصف. وشرح صحيح الإمام مسلم في 12 مجلدا. معنا علماء أقطاب. لذلك الشيخ بن باديس رحمه الله وعدي مرة أخرى ولد في 1889 ومات في 16 أفريل 1940. نعم. يعني العمر نتاعو فقط 51 سنة فقط. نعم. معنى صغير، ولكن ننظر إلى البركة. نعم. عنده بركة في عمره. نعم. اللي يقرأ الآثار نتاعو يقول هذا الرجل عاش قرن ولا أكثر من نعم. قرن. نعم. وما قلناه عنه نقوله أيضا عن الشيخ المولد الحافظي، نقوله عن الشيخ الفضل الورتي، نقوله عن المشايخ، عن الشيخ أحمد حماني، عن الشيخ نعم. شارف، عن الشيخ طفيش، عن الشيخ عدون، عن الشيخ بيوض، عن الشيخ البشير الإبراهيمي، عن شيوخ كثيرين، عن الشيخ عبد اللطيف السلطاني، عن الشيخ أحمد سحنون. يعني شيوخ كثير. الشيخ عبد الرحمن الشيبان الذي انتقل رحمة الله. نعم. يعني مؤخرا. حبيت نقول الحصة وحدها لا تكفي للإشارة فقط إلى العلماء الأعلام الذين أنجبتهم الجزائر، ولا تزال تنجب علماء أفذاذ في جميع مجالات الحياة. ولكن الإشارة اللي حبيت نفوتها أن المسؤولية مسؤولية الجميع، هي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى، ومسؤولية المدرسة المناهج التربوية، ومسؤولية المساجد والجوامع، وكذلك مسؤولية الإعلام للتعريف مسؤولية كبيرة. الأعلام. نعم، خاصة مسؤولية الإعلام للتعريف بهؤلاء الأعلام، أعلام الجزائر أو أعلام الأمة الإسلامية جماعة. إذن كما كان يقول فضيلة الدكتور سعيد بوزيري قبل قليل: العلم نور والجهل ظلام. دائما في برنامج والصلح خير نسلط الضوء عن طريق روبورتاجات، ننجز هذه الروبورتاجات للتعريف بالقضايا، ولكن في هذه الحلقة الخاصة بالصلح مع العلم نسلط الضوء للتعريف بمدرسة أسستها جمعية العلماء المسلمين. هذه المدرسة التي أسست في 16 أفريل 1946 بمنطقة البويرة. كل التفاصيل في هذا الروبورتاج في إطار ركن نزوركم في بيوتكم. زرنا هذه المدرسة وعدنا بهذا الروبورتاج لبرنامج والصلح خير. تابعوا. أنت الرابع
في طريقنا إلى إحدى القرى بولاية البويرة. هي طريق للراجلين كانت في سنوات الأربعينات. تلاميذ مشيا على الأقدام تسلحوا بالإرادة والعلم وتوجهوا إلى المدارس تحت وطأة الاستعمار الفرنسي. لأول مرة برنامج والصلح خير يزور ويدخل مدرسة الحياة المتواجدة بقرية أث عبد الله وعلي في ولاية البويرة. هذه المدرسة الشامخة والثابتة هي من بين المدارس الأولى التي أسسها الإمام الشيخ رحمه الله الإمام عبد الحميد بن باديس. الشيخ يحيوي محمد ومحمد صالحي تلميذان متفوقان التحقا بالمدرسة بعد تأسيسها في 16 أبريل 1947. هي مدرسة الحياة والحياة مدرسة. شحال كان في عمرك عندما التحقت بهذه المدرسة اللي أسسها عبد الحميد بن باديس الإمام الشيخ الفاضل رحمه الله؟ كان في عمري آنذاك 7 سنوات ونصف. التحقت بهذه المدرسة كسائر تلاميذ القرية، حفاة عراة، حفاة عراة. فلربما ذاكرتي تعود إلى الماضي البعيد، زمن الفقر والجهل والظلام المسلط على الجزائريين ككل بدون استثناء. إذا قلت لك توصف لي في ذاكرتك اللي مازالها ما شاء الله، إذا قلت لك الإمام عبد الحميد بن باديس، ماذا يقول الشيخ يحيوي؟ أقول في الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله هو رائد النهضة الإصلاحية على الوطن الجزائري وكل الأمة العربية، فقد أفنى شبابه وحياته في خدمة العلم. شحال كان في هذاك الوقت عمرك عندما التحقت للمدرسة هذه؟ كان في عمري 6 سنوات عندما التحقت بمدرسة الحياة التابعة لجمعية العلماء المسلمين المحلية بقرية ولد عبد الله. هناك نظام خاص في الدراسة، هناك مثلا نظام تعليم في الوقت هذاك، نظام بما أن عندنا من السنة الأولى إلى السنة السابعة، هناك دروس خاصة للكبار وهناك دروس خاصة للصغار. والكتب المقررة في الوقت هذاك عندنا كتب التاريخ مبارك الميلي، تاريخ الجغرافيا أحمد توفيق المدني، هناك لباب الخيار في سيرة المختار صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفتوحات الإسلامية، ثم هناك أيضا كتب للصغار مروج الذهب، المعلم الصغير، المسلم الصغير إلى آخره. صور وذكريات وبطولات وتضحيات وشهادات تعليمية، صور لمؤسسي هذه المدرسة احتفظ بها التلميذان حتى كبرا. مدرسة الحياة مدرسة التضامن والثبات تستغيث، وهذا نداء من أبنائها. بصفتي ساكن من سكان هذه القرية وتلميذ في هذه المدرسة سنة 56، أناشد كل السلطات الوطنية يلتفتون لهذه المدرسة التاريخية، هذه المدرسة التي أود أن تكون من بين متاحف تاع البلاد. نطالب المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية بالالتفات لهذا التراث وترميم هذا المسجد. فرنسا آنذاك حاربت المدارس التي بناها عبد الحميد بن باديس العلامة رحمه الله، والمدارس أيضا التي بنتها جمعية العلماء المسلمين، فكانت هذه الشهادة من القرية. بعد ازدهار هذه المدرسة تأسست
تلك المدرسة سنة 52 بعد ازدهارها هذه المدرسة مدرسة الحياة، وأصبحت مضادة لهذه المدرسة، مدرسة ولد عبد الله. قلبك يصفو سامح أنت الراحل. إذا في هذه الحلقة، حلقة الصلح مع العلم، وقفة احترام لمدارسنا، ووقفة احترام لعلمائنا، ووقفة احترام وافتخار بالجزائر التي أعطت من هذه المدارس ورددت كلمة الحق في هذه المدارس مباشرة كردة فعل قوية للاستعمار الفرنسي الذي حاول استئصال هذه المدارس التربوية التعليمية. نحن في واقع ربما آخر سنعود إليه بعد قليل للتعرف أكثر كيف تكون هذه الحلقة الممتدة بين أجيال الثورة والأجيال الحالية. سنتعرف على كل هذا وذاك مع فضيلة الدكتور سعيد بوزيري في انتظار اتصالاتكم والمشاركة في هذا الموضوع. نعود إلى الدكتور سعيد بوزيري. دكتور، إذا تابعت معنا هذا الريبورتاج الذي كان من عمق قرية من قرى ولاية البويرة، وكم هي كثيرة وعديدة هذه المدارس التي أسستها جمعية العلماء المسلمين على المستوى الوطني. تفضل دكتور. لك الفضل. من باب التذكير، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسسها ثلة من العلماء من صلحاء الجزائر، على رأسهم إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس رحم الله الجميع. في الحقيقة الجمعية قامت بأدوار متعددة على جميع المستويات. باختصار وبتركيز أبدأ بالمستوى الأول وهو المستوى العقدي. فجمعية العلماء صححت المفاهيم العقدية، نعم. وربطت المسلمين بالعقيدة الصحيحة التي المتصلة اتصالا وثيقا بالكتاب والسنة وسلف الأمة المسلمة. وكذلك في الجانب الآخر الجانب التعليمي من خلال تأسيس المدارس الحرة كهذه، نعم. مدرسة قرية عبد الله وعلي. بالمناسبة أقول كلمة في قاذ يعني ساعة في سمين ذي ثدر ثاقين وناية مثلا ذي ساكن تمزو يعني ذي سوالين الوقت ثاقي ونصدر غور ونفرحة تصر بيعلم خاطر يغر نفا يمزورا يلان ذي ثمناطني ذي ثد ثلاثة علي وعلي يثدر ثاقي عبد الله وعلي سمحتي يثدر ثاقي لن يمذانا ذي الوقت النساء في سمين قاطعيني في أي مكالمات قاطعيني يعني ليس بعد دكتور بارك الله فيك. نعم. فغادي نغبلي سعن الإيمان تقول ونسن سعن في السمين تقول ونسن إيمانهم وغيرتهم على الدين والوطن ترجم ذلك كله إلى عواقع ملموس من خلال تأسيس هذه المدرسة، مدرسة الحياة. وكما علقت تعليقا لطيفا، مدرسة الحياة أو الحياة مدرسة، نعم. حقيقة، نعم. ولكن عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة بالنسبة لمدرسة الحياة، نعم. أقول وقاذا يكوي مثل يعني مؤسسنا فلسني عفو ربي أو قاذي تسيفنان فنانت سلحيف فنانت سلميزيريا فنانت سلعة ذم قرآن فلسني عفو ربي ذا وقاذي غران ذينا ثان ولا سيسنا مسيحيوي اما سي صالحيه ما سي بالك يعني وقاذي غران التلاميذ الله يبارك والله يبارك من انجب الطلبه من اجب التلاميذ غراني الحيف غراني الميزيريا يلاز ولكن يربثني ذي الحيف ويلهالسس بيت محنن ذا يكوين زداغ تمراطني مره كن ملان فكان سفوذ فكان سزال خاطر سعنا فاذن سعنا الشياض قولاون وسعنا في سمين غف ثموسني هكان داك التاويل ام كارثي لي مدرسه الحياه وفرنسا غادي الحال وتيجي الحال بلا شك خدمه المدرسه النظام ولكن كنا غدنا الشهود الله يبارك إنك جنس خلان المدرسه من فرنسا ولاش تروحنا الغورس ولكن الرش مره اكن ملان تروحنا مدرسه الحياه نتاع جمعيه العلماء يعني انصرف التلاميذ جميعا عن المدرسه التي اسستها فرنسا ولكن عزموا على ان يلتحقوا جميعا
بمدرسة الحياة. المستوى الثالث وهو المستوى التربوي من خلال زرع القيم والفضيلة ونبذ الرذيلة نعم. والرذائل، وكذلك المستوى الاقتصادي من حتى النظام التربوي دكتور، شاهدت نظام تربوي ثري جدا، نظام تربوي ممتاز حقيقة. سبحان هذا توفيق الله عز وجل. نعم. رب سبحانه وفق القائمين على التعليم آنذاك. منظومة تربوية ثابتة وقائمة في العهد الاستعماري. نعم. الجغرافيا والحساب واللغة. نعم. يعني وسبحان الله الأخت يعني السيدة ربما نتحدث عليها بعدين، يعني التلميذة نعم. عديدة نعود إليها معلش. نعم. فيه نقطة لطيفة سأذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. نعم. أقول تلك المناهج التربوية مناهج عالية المستوى، مناهج أخذت بعقول التلاميذ إلى مستوى رفيع جدا في العلم والمعرفة. وجمعية العلماء آثارها لا يمكن أن تنكر. فإمام الجزائر ابن باديس رحمه الله الجزائر كلها تذكره بخير، كما يجب أن تذكر علماءها الآخرين بكل خير وفضل. والأكثر من ذلك أن يكون هذا الرباط بين جيل اليوم وجيل الأمس، مصداقا لقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بارك الله فيك دكتور. نواصل إذن ونفتح أبواب الحوار والنقاش، وتستطيعون الاتصال بنا عبر الأرقام الآتية، وهي 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. ممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. قبل أن نواصل النقاش دكتور، لديك بريد عن طريق البريد العادي مراسلة لقناة القرآن الكريم حصة والصلح خير، طلب استضافتي في الحصة. تفضل دكتور. وأيضا دكتور هذا بالنسبة لملف الضيف الكريم الذي جاءنا في الحلقة الماضية السيد ديمرجيوي أضاف إليك ملف ربما طلبت منه أن يستكمل الملف. نعم، قرار المحكمة العليا. نعم. قرار المحكمة العليا. إذا نواصل هذه الحلقة والحديث عن الصلح مع العلم. هل هناك مكالمة سعيد؟ حسين من بوزريعة. نعم، حسين من بوزريعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسين من بوزريعة، تفضل، أنت معنا في برنامج والصلح خير. حسين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم في برنامج والصلح خير. نعم، عندك مداخلة أو تحية طيبة مباركة؟ تحية طيبة لك أيضا. مع السيد الأستاذ الدكتور بويزري. نعم. نعم. لا. عندنا توفى الشيباني الله يرحمه في سنة 2007. وفاة الأب تاعك؟ نعم، 2007 ربي يرحمه. ربي يرحمه برحمته الواسعة. الخاوة احنا في 7 في 8 بنات و5 ذكورة، 5 أولاد. نعم، 3 بنات و5 ذكور. نعم. يعني مانيش عارف احنا احنا نص عايش في البلاد ونص في الجزائر، يعني الأولاد 4 في الجزائر و3 وزوج في البلاد. الوالدة مازالها عايشة سيد حسين؟ مازالها عايشة. ربي يطول في عمرها إن شاء الله. الله يبارك فيك. احنا نحوسوا كيفاش يقسم هذا الميراث هذا اللي مازال. القسمة الشرعية. القسمة الشرعية يعني لا. واش خلى الوالد تاعك حسين؟ واش خلى الوالد تاعك ربي يرحمه؟ خلى الخير والبركة، خلى الله يبارك. الأراضي، خلى أرض، خلى مسكن، خلى نعم، خلى كلش إن شاء الله. ولكن كاين واحد خويا كلفناه تسمى هذاك ما لحد الان ما حبش خدمنا الفريضه، خدمنا كلش، ولكن حسين ما حبش. سيد حسين، الاخ هذا اللي كلفتوه كبير ولا صغير ولا في الوسط؟ لا كبير. نعم. تحت الكبير. نعم، كلفتوه لحد الان ما تجاوبش معكم بالنسبه للفريضه الشرعيه؟ لا ماشي ما تجاوبش. حنا كيما قال درك ما نقولوش احنا كاين هذوك اللي تما في البلاد ولاو درك ما على باليش كيفاش صرا، ولاو يداوسوا والله كيفاش
احنا حبينا برك كيفاش نقسموا هذه الفريضه هذه، يعني ما. نعم واضح، تقسموا الفريضة بدون مشاكل وبدون خلاف عائلي. وبدون حاجه عائلين حبينا كيفاش يعني لما تقدموا له نصيحه، تقدموا له كذا، فلكن طيب. فيها ربي ان شاء الله السي حسين من بوزريعه ان شاء الله استمعنا الى القضيه، وكما كنا نقول قبل قليل دكتور بالنسبه للعلم الذي يكون الربط بين العلم والقسمه الشرعيه، يعني الاخ تاعهم مازال ما ردلهمش بالخبر. طيب سنعود اليك سيد حسين من بوزريعه. قبل ذلك بالنسبه لهذه الحلقه الصلح مع العلم فضيله الدكتور سعيد بوزري، اذا في اطار الاحتفال ايضا بيوم العلم والربط بين الاجيال كما كان يقول فضيله الدكتور سعيد بوزري في هذا البرنامج، وقفه لبرنامج والصلح خير في هذه الاحتفاليه وفي زياره لمدرسه لاكماليه في منطقه البويره. تابعوا كل التفاصيل في اطار ركن نزوركم في بيوتكم. أنت الرابع. كان زواروش والله المنطقة كينا بالك شرف أولى المنطقة هذه تاعنا كاع. الوجهة كانت لإكمالية بن عقد العيد بوادي الخميس بلدية ولد راشد بولاية البويرة، استجابة لدعوتهم نزوركم في بيوتكم أيضا، وتفقدا لتلاميذ المؤسسة التربوية الذين كرموا في ذكرى الاحتفال بيوم العلم. كانت كي غنتيمو في لوكازيون يتمثل لوكازيون هاكي لو 16 افريل 16 افريل و 20 افريل. لو كان نموقل شويه ستمغلي النظام نخميون بتيت اناليز اثنتنا في شوركن تذكيوت الحاجات تموسني. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأسست في 5 ماي 1931 من طرف نخبة من أبناء الجزائر المصلحين على رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والعربي تبسي وثلة كبيرة من هؤلاء الشهداء. إذن سنعود لمتابعة هذا الروبورتاج فيها خلل تقني. نأخذ قبل أن نعود إلى الروبورتاج اتصال من العاصمة. من سيد أحمد؟ مقران من ولاية بجاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقران مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مقران تفضل. تتكلم مع ما نعرفش العربية. تفضل 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 تفضل. مع الشيخ. تفضل عليك مع تفضل سي مقران. مرحبا عسلامك. الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا خويا. مرحبا. بروبليم في البوديو. لا شو ذو غوري صار سمطوثيك؟ بون وقت السنة عندنا كانت واحد كان جوري وقت أطبيب. أطبيب ديجا نكساف أطبيب وجوجا بعد فنانسيت. وبعد نتوى أطبيب. كساف نعرفيش عندنا. نيش ليش لا ريبونتيسا من زيت نيش صعبة ديمي. سلسل. موضوع خمس لعايز ديماس. نيزك ليش زناس نيزك لسعبة ديماس لسعبة شهور وعندي معرض. ما ممكن تكس. نعم واصل مقرأ. كمل مقرأ. إن كان أبقى أحضر أنا عسني أمشي كذا الحقيقة. المهم كذا لما نزل يعني من الشيء سواء قبلين ما قبل. معليش مخالفتنا وما ديما يجرد ما نسيتنا ونسقاين كثير نعاس الشيء اشتحت ندوس. ارفد شوية صوتيك يا مقارن تبان مليح صوتيك. ارفد شوية صوتيك باش يبان إذا ونور في مغارة. نعم. لا شو ذو غوري الساعة ديالك سمطوطيك. وصو 5 سنة يسمعني عندنا كي وصو 5 سنة.
ومن بعد ملي تروح رقم 50 لا رقم 6 لا تروح بها. نعم. يبغوا شو خاطر بغير تعاقبوا خاطر كنا في وطننا الشرق القرآن كبر يبغوا تعاقبوا تجينا بيشرا. بس نعجبها حبيبة بس الناس يعني أنت كدينا بنشتري الناس وجوا الناس زين كتير. فهمت دكتور؟ تقريبا. ربما ام قرن اخويا لعنيتك لعنيتك ثور ذا شذو غور السيال ديالك سمطوتيك ذا شذو غور مباشره يعني باش افهم مثلا تخشيش اسكو كنت اخبارك ساعه الحق ايوه اين السنكين اسكو الساعه الحق انا خاطر هل لها الحق او إذا مطوطيك ثور عندها لا غورشي ثلا دخامي شنو أصلا دخامي مولانيس دخامي مولانيس صح يسكو أقولك يقبل باش تميل ما تهضر في مسات ما خاطي أيوة شو مش عايز بالح ناس ناس هيك فيك عجبان الحلقة يا أخي جدا ولا حقا المكان من شد المنكر رقمه بغيت أروح أطلع بردنا أدوغان بجبازيرنيني كان هذا التليفون سي أم قرانش كان تليفونك ما شغلي في تليفونك تهضر غير من بعد إن شاء الله خلي رقم تليفون تاعك للعارضة التقنية إن شاء الله بعد نهاية البرنامج سيحاول الدكتور الاتصال معك إن شاء الله شكرا إذا هذا بالنسبة لاتصال من بجاية مقرن. سعيد هل نعود لنشاهد الروبورتاج؟ نعم إذا نعود إلى مشاهدة الروبورتاج لأنه في قبل قليل كان هناك خلل تقني. تابعوا معنا. أنت تم زواروت والله المنطقة كينا بالك شرفها أولى المنطقة هذه تاعنا كاع. الوجهة كانت لإكمالية بن عقد العيد بوادي الخميس بلدية ولد راشد بولاية البويرة استجابة لدعوتهم نزوركم في بيوتكم أيضا وتفقدا لتلاميذ المؤسسة التربوية الذين كرموا في ذكرى الاحتفال بيوم العيد. غير كانت كي غنتيمو في لوكازيون يتمثل لوكازيون هاكي لو 16 افريل 16 افريل و 20 افريل لو كان نموقل شويه ستمغلي النظام نخميون بتيت اناليز اثنتنا في شوركن تذكيوت الحاجات تموسني جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأسست في 5 ماي 1931 من طرف نخبة من أبناء الجزائر المصلحين على رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والعربي تبسي وثلة كبيرة من هؤلاء الشهداء. أتيلي كل كارة تاوي كل برمي بري حرشتلا الحرشة نكوني مقدما في خدمتكم. شكرا بنتي. زكي المال الله ثمورة الجزائر حلف الفلاس درقا صمطوث مزي مقر وقاد يموت الفلاس نعفو ربي وقاد تعيشين اسني في كربي الفركة ثلاث سن تزرم ذا شو ذا النشيد تقارن زيه ينحفظ في مزورة يا الجزائر انضحي الفداء نطف في ذرار نرنا الاستعمار في الحرية نعوهد الوطن ذويذ يموثن ورنحب سارة لما نحرض ثمورة عزيزنا تسعو اللواء. الجزائر أمانة الشهداء لا بد أن نحافظ عليها جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا. إلى الأمام إلى الأمام يا بني القطر الكرام واصلوا السعي بجد ونظام ووئام واصلوا السعي بجد ونظام ووئام إلى الأمام إلى الأمام
يا بني القطر المعلى يا زمان الظلم ولا كيف نرضى أن نذل وبني العرب تضام إلى الأمام إلى الأمام ديننا فينا ينادي أنتم أهل الزعامة فانهضوا بالاتحاد والبسوا للحرب لاما شمروا للذود عني واحفظوا عهد الذمام إلى الأمام إلى الأمام. قلبك يصفو سامح أنت الرب. إذا واحفظوا عهد الإمام واحفظوا عهد العلماء أيضا، ونحن نتحدث عن الصلح والعلم. نعود إلى فضيلة الدكتور لمواصلة النقاش في انتظار اتصالاتكم ومكالماتكم لإثراء هذا الموضوع معنا على هذا المباشر. دكتور، بعد مشاهدة الروبورتاج وفي ضيافة هذه المدرسة نزوركم في بيوتكم، إذا كان أول شيء ذكرناه هو أن هناك تلاميذ نجباء، هذا تكون المؤسسة مشكورة عليها ربما، وتشجيع هؤلاء التلاميذ على العمل والمثابرة. وأيضا هناك رسائل أخرى ربما علينا أن نتحدث عنها في البرنامج. لماذا دائما يرتبط الحدث بالموضوع وبعدها نترك الحدث بجانب ونترك الموضوع بجانب آخر؟ لماذا لا نتواصل دائما ونتحدث دائما عن العلم وعن العلماء، احتراما دائما إلى هذا التاريخ 16 أفريل، ولكن علينا أن نواصل في الحديث دائما على العلم والعلماء والصلح مع العلم كما قلت في رسائلك العديدة في مقدمة البرنامج. دكتور سعيد بويزري، تفضل. الفضل. في الحقيقة هذا الروبورتاج الثاني بالمؤسسة التربوية الإكمالية، نعم، في الحقيقة المقصود هو الربط بين الجيل الجديد والجيل القديم. نعم. هذا من جهة، لأن معرفة الجيل الجديد للمنجزات والإنجازات التي قدمها الأوائل هذا من باب الوفاء. فالوفاء هو المحافظة والحفاظ على هذا الميراث العلمي المعرفي المعنوي. الحفاظ على المواريث المادية هذا لا يحتاج إلى وصايا. نعم. لا يحتاج أي شخص أن نوصيه بأن يحافظ على العقارات والمنقولات والأموال إلى غير ذلك. ولكن الذي نوصي به هو الحفاظ على المواريث المعنوية، ما تركته جمعية العلماء المسلمين وكذلك الجمعيات الأخرى وكذلك العلماء. نعم. وهذه المدرسة مدرسة الحياة في قرية أثا عبد الله وعلي ذي أهل القصر ذي البويرة، هذه المدرسة الجليلة لابد أن تحفظ. لاحظنا تلاميذ هذه المدرسة، نعم، لا يزالون يحتفظون بعلومهم ومعارفهم وأناشيدهم، نعم، الهادفة حقيقة. ولكن الجيل الصغير نقولوا ما نربطوش فقط العلم فقط بيوم واحد. نعم. وحينما يذهب ذلك اليوم وبعدين تنقطع الصلة بالعلم وأهله. لذلك جاءت حلقة اليوم الصلح مع العلم وأهله باش يكون صلح حقيقة. إذا كان الناس بكري تعلموا حفاة عراة ما عندهمش نعم. وسائل ولا شيء، ولكن مع كما ذلك قال تعلموا. السيد يحيوي قبل قليل، صحيح، كنا حفاة عراة في العهد الاستعماري. ولكن وقال لي كان معذرة دكتور، وقد كان عندنا قلم يتداولوا عليه كل التلاميذ، قلم واحد، ولوحة واحدة يتداولوا عليها كل التلاميذ. نعم. واللي يقرأ يمسح باش يخلي التلميذ الآخر يكتب عليها. نعم. واش قال له المعلم. الله أكبر. وفي حديثنا كما تذكرين مع المعلمة عديدي اللي شفناها أيضا في الصورة الآن. نعم. كانت الأولى في القرية. نعم. هي أول تلميذة وأول معلمة في المنطقة أيضا. علمت الرجال والنساء. وقد التقينا كما تعلمين ببعض تلاميذها
فمن اللطائف التي ذكروها قال كانت حريصة على التعليم بما تعلم. نعم. والذي لا يفهم باللغة العربية تعلمه باللغة الأمازيغية القبيلية. نعم. حتى الضمائر كما قال لي أحد التلاميذ في الحقيقة زوج تلاميذ قال لك الضمائر كان تعلموهم بالقبيلية. نعم. أنت شيني أنت خميني أنتما فنوي ذي سين إذا كانوا ذكور باش تميز من فنوي ذي سين نخمثي ذي سناث أنتم فنوي نكوني إلى آخره. المهم لا يزالوا يتذكرون يعني طريقة منهجية لإيصال المعلومة. في الحقيقة هذه رسالة مهمة بالنسبة لتكريم تلاميذ النجباء، إن شاء الله يكونوا كامل النجباء. يقول لك الشاعر بكري يقول لك كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. فإذا كانت القناعة في الأمور الماديات في الأمور المادية مطلوبة باش واحد يكون عنده قناعة، القناعة مطلوبة. خاطر إذا كما كاش القناعة الإنسان يولي قد يطلب المزيد من الممتلكات ولو لم تكن مشروعة. ولكن القناعة في العلم لا تجوز. الشاعر المتنبي صاحب الحكمة يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا نشجع أولادنا على التحصيل العلمي وتقديم أجمل وأكمل ما يملكون من الجهد الفكري العقلي المادي الجسدي من أجل التحصيل العلمي، كما روا لنا أجدادنا كيف حصلوا العلوم والمعارف رغم الصعوبات رغم الظروف القاسية جدا. ومما سجله عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الرائع تحت عنوان صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل في مكالمة. كنت سأسألك على الصبر والعالم والصبر مثل الرجل المصلح والصبر يتحلى بالصبر هو أيضا. لا الصبر الجميل والنفس الطويل مطلوبان سواء في مسيرة الصلح أو في مسيرة التحصيل العلمي. هذا الرجل كتب كتابه بهذا العنوان صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وقد ذكر نماذج فذة لعلماء أتقنوا علومهم وأبدعوا فيها في جميع مجالات الحياة من خلال الاستثمار الحسن لأوقاتهم وجهودهم ومن خلال الصبر الجميل في التحصيل العلمي. نعم الصبر الجميل في التحصيل العلمي. نأخذ مكالمة من ولاية تيزي وزو من الشيخ أرزقي بولاية تيزي وزو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ رزقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج وصلح خير وفي حلقة الصلح مع العلم. الشيخ رزقي عندك مساءلة أو إضافة أو تثري الموضوع بمداخلتك من تيزي وزو، تفضل مشكور. مرحبا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال ندعيو الشيخ بوزري انه يحفظه ويطول ربي في عمره. امين امين يا رب العالمين. رانا والفنا في ديورنا على كل حال. امين امين. كما والفنا كنتي قالنا الاخت الكريمه في ديورنا الله يبارك بهذه الحصه الكريمه اللي دخلت قلوب تاع الجزائريين وقلوب تاع المسلمين عامه ان شاء الله تعالى. شكرا شيخ رزقي. مرحبا بك اخي الكريم. مرحبا. شيخ الفاضل الاخت الكريمه والله ما دعسني ان اتكلم على علماء الاجلاء علماء الجزائر وعلماء العالم. نعم. احنا ولكن كجزائريين نتكلموا على العلماء تاعنا انفال عبد الحميد بن باديس الابراهيمي مولود الحافظي المبارك الميلي احمد حماني ارسكي شرفاوي شيخ الحداد محمد شارف طاهر ايت عجات حفظه الله وأطال الله في عمره. نعم. طاهر ايت عجات الذي شارك في الثوره وقبل الثوره وبعد الثوره الى هذه اللحظه. الله نطلب له الشفاء العاجل ويطول ربي في عمره ان شاء الله تعالى. ان شاء الله امين يا رب العالمين. الاخت الكريمه احنا نعرفوا انه الجزائر قبل ما دخل فرنسا كانت نسبه الاميه كانت ضئيله جدا جدا جدا. نعم حقيقه. ولكن عندما دخل المستعمر الفرنسي قلب الامور. نعم. ثم رجع نسبه الاميه مرتفعه بقتله للعلماء. نعم. سبحان الله كانهم فقهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما إلى آخر الحديث. سبحان الله
كأنه حبوا يرجعوا هذه البلاد أمية بأتم الكلمة، ولكن نعم نترحموا على هذا العلماء اللي يرفدون البلاد، نعم وحرروا البلاد، وكانوا دفعا قويا للمجاهدين عليهم رحمة الله. نعم نكلموا شويه على العلم، والله ما نقدروا نمدوا كلمه اللي تليق بالعلماء كما مدها ربي سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. الله عز وجل واش يقول؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. نعم. شوف، يرفع الله كل مؤمن راه مرفوع، ولكن العلماء درجات عند الله عز وجل. نعم. واكبر شهاده اللي مدها الانسان ما يقدرش يمدها كما مدها ربي سبحانه. قال الله عز وجل: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. الاخت الكريمه السيد الدكتور بويزه، شكون يقدر يمد القيمه للعلماء كما مدها ربي سبحانه؟ نعم. ولكن حنا نكونوا شهداء لله عز وجل على هاد العلماء. ما نقدرش نقرا الحديث باش ما نديش وقت اللي راهو نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم، الاخت الكريمه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما نعم سهل الله له به طريقا الى الجنه. إلى الجنة. الحديث: نعم. وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوف هذا الشاهد: كفضل القمر على سائر الكواكب. وشوف العلم بمثابة الروح للحياة للأبدان، كما أن المطر بمثابة الغيث للأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم بزاف الأحاديث يمثل هذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث: صلى الله عليه وسلم: ما بعثه الله به من العلم والهدى بغيث، يعني بمطر، ووجه الشبه أن بالغيث تحيي الأرض وبالبحر تحيي القلوب، مصداقا لقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الآيات. بارك الله فيك. الشيخ سعيد، الأخت نجاة، نعم. احنا دوكا واش هو الواجب تاعنا؟ اتجاه العلماء. نعم، وهذا هو المفيد. نعم. بما أنه هذه الحصة حصة صلح. نعم. ما نتصالحوش مع العلماء. على ما نتصالحوش مع العلماء اللي توفاوا، على ما نتصالحوش مع العلماء اللي مازالوا على قيد الحياة. نعم. وسبحان الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ماشي علماءنا. نعم، كبيرنا. ويرحم صغيرنا. وما بالك علماءنا. نعم. بارك الله فيك. لازم نتصالحوا مع العلم. نعم. والله الروبورتاج اللي جوزتوه هذا بمثابة أنه هذا الشعب فيه خير. كيفاش أحيا يوم العيد؟ وما زال الخير في الأمة. نعم. نعم. وغير ديالنا حكينا مسلايين في مسنية، مسلايين في العلم. غير نسبغ العلم ما كاينين أما المال كاين نقرص دعاء أو يدي غات القاع سوامان غات الدولة والنقص الإيمان. نعم. كلنا العلم ذا العلم ذا الإيمان، العلم ذا الصلح، العلم هذا نسيس دولة والنا. لكن السيدة يوني الشيخ محمد والحسين فلاس يعفو ربي إناس الشيخ غير يقول لك وطويل غير ما نطولش عليكم والكلام عندك. وقال لهذا التلميذ تاع الشيخ محمد الحسين هذا مزيان مقرر الشعر الكبير تاع الأمازيغ. نعم. إناس الشيخ غير غوري، إناس شوف غير غوري، إناس غير غورك يونس فرو، إناس نيتي، إناس قرر غدا يولي ورثة كملا. ضوء ربي في الضوء في الحق، جعل صورتي وذل في الطاق، أنت يدرد السواق يسحب سيد، إناس خاطئ شوف غير غوري، إناس نقرر أيولي ورثة كملا. ضوء ربي في الضوء في الحق، جعل ولي وذل في الطاق، أنت يدرد السواق، تبورت ما يليت وحنين وريزمن حدا تيغلق. شو المعنى؟ فوجد أول ذي العلم، أول ذي الصلح، أول تاموسنية، أول السنة ديال صلى الله عليه وسلم، أول كني تخدم شي سعيد بوزري غادي يصفر به العمريس. بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله. ودير هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله. أنت الشيخ سعيد نطلبوا ربي أنه احنا ما نزكيوش، ولكن هذه كلمة أنه الإنسان هذا اللي راهو يقوم بالعلم، يقوم بالصلح، راهو يتبع وراهو يدير الصلح مع العلماء اللي توفاو. على كل حال ما نشوفش بزاف الكلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السؤال ولا راني واجد سينو
نطلب رب العالمين يطرح مع العلماء إن شاء الله ويطرح مع الشهداء ويجعل هذه البلاد طيبة ووحدة في يدنا نحافظوا عليها ونحافظوا العلماء ونحافظوا التراث وربي يوفقنا الأخت نجاة إن شاء الله. ابقى معنا الشيخ رزقي، ربما دكتور يريد أن يسألك في برنامج والصلح خير، لا تنقطع مكالمة الشيخ رزقي. شيخ رزقي يعطيك الصحة، كيف بارك ربي. عليكم السلام، كيف بارك ربي الشيخ رزقي يعطيك الصحة في مسلاقة بحاني النيض. كيف بارك ربي كسانو يستقسين الجيل بوسا شو ثوالة تمغليك ثوالة الله أكبر الانترنت سيانا جبذناك وزرعناك زريعا سن أمك يعني يقول بوسا أنظون الحملة نتموسني تقولها ونسن أكد الحملة يموسناون تقولها ونسن. أول دورك يا شيخ رزقي تفضل. بارك الله فيك الشيخ. نعم. زاد كل ترى ذا شو إلا قد يخدم بنادم. إلا قد السين ذا شو القيمة الدعوة أولا كأئمة كمصلحين كأهل التربية كإعلام كرياضيين كل إنسان راهو عنده مسؤولية محدودة في المجال تاعو. الكل مجند. نعم. القصة الشيخ سعيد هي سيدنا سليمان ذو فروق الهدهد. نعم. يخدم الوجه ينسي الدعوة. هكا يخدم الوجه ودي فروق يسعى المكانة ديال القرآن. صح. نكري ثورة يبرد لنا إلا قصد عمر الوقت نسن إلا الأئمة غتخدمان المصلحين غتخدمان الشيوخ غتخدمان الوالدين غتخدمان أنزرع الحب للدين الحب للعلماء تقولها ونسن خاطر الشعب يسعى الفطرة صار يدير الهواء وتجي صغار رد القاعة تقع العلم كيدي غنكون يمول قلبها في الناس بوث نصوضها العلم كاع يقيم كنيس سيدي ربنا شو دينا في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تقول لك الشيخ سعيد إلا الأمة كرب ونسعى المسؤولية غتخدم لي جاننا أسمي في كلاب في طاب ليماج دو لا ريليجيون خاطر ثورة وإلا قال نفر الأمة إلا كتنفقوز من عالم الدين بن الدين كيف الرحمة الدين كيف الخدمة الدين كيف إلا كان حضر ثموتاكير الدين كيف إلا كان الخدمة نسعوا الأمانة الدين كيف أطاس الأمور يقول أنا الشيخ سعيد خاطر ما نهضر ثورة نسفكالة يا فور يعطيك الصحة الشيخ رزقي ثورة ما تبغى تهضر صار وين ذي الوقت وانا الشيخ النغل الكريم بارك الله فيك في وضد فراسك يعطيك الصحة الشيخ رزقي بارك الله فيك صفر قوالي باش كدير تعدي الحدود بوين يسكن ماشي بارك مستحيل باش غادي ندير إذا كلكم مسؤول وكل راع مسؤول والكل مجند. أكد بالله رانا مسؤولين على هذا العلم باش نشوف شبابنا شابتنا الأمة غادي نشوف غيمنا إلى الصندوق ديال الفتن إذا قاس في زطنا العين في زط بوسنا الشيخ سعيد بارك الله فيك. شكرا بارك ربي يعطيك الصحة. بارك الله فيك شيخ رزقي من ولاية تيزي وزو. المداخلة كانت قيمة ومهمة جدا. نتواصل دائما عبر قناة القرآن الكريم في برنامج والصلح خير. شكرا جزيلا السيد الشيخ رزقي من ولاية تيزي وزو. نعود ربما دكتور للنظر في قضية حسين من بوزرعة وإن كانت المداخلة أو السؤال حول الفريضة. نعم. نعلق على الجميع إن شاء الله. بالنسبة للأخ حسين من بوزرعة مات الوالد في 2007. قال لك الإخوة 3 بنات و5 ذكور والوالدة على قيد الحياة والأخ تاعهم طلبوا منه يدير الفريضة ولكن إلى حد الآن ما فيش جواب. تفضل دكتور. نعم. أولا بالنسبة للفريضة يا سي حسين الزوجة اللي هي الوالدة نتاعك الزوجة عندها الثمن لوجود الفرع الوارث و3 بنات مع 5 أبناء عندهم الباقي تعصيبا طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب أصل المسألة 8 الزوجة ترث الثمن أي واحد من أصل 8 والباقي 7 يوزع على البنات وعلى الأبناء طبقا للقاعدة المذكورة ولكن بين عدد الرؤوس وبين عدد السهام انكسار على مستوى هذه الطبقة والعلاقة بينهما هي علاقة التباين. خاطر هناك 4 علاقات يعني في علم الفرائض في هذه النقطة بالذات. كاين ما يسمى بعلاقة التوافق. كاين علاقة التداخل
كاين علاقة التماثل وكاين علاقة التباين أو التنافر. وطبعا كل علاقة عندها قواعدها في علم الفرائض. القاعدة هنا اللي موجودة هي اللي نطبقوها هي علاقة التباين أو التنافر. وعلاقة التباين تقتضي ضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة. عدد الرؤوس المنكسر عليهم بتطبيق القاعدة 3 بنات وزائد 5 أبناء، 5 في 2 يساوي 10 زائد 3 يساوي 13. نضرب 13 مضروبة في 8 نلقاو الأصل الجديد هو 104. وبعدين نخرجوا الأسهم الجديدة. الزوجة 1 في 13 ثالث 13 من أصل 104 و3 بنات مع 5 أبناء يورثوا 91 من أصل 104. وكي نقسم 91 على 13 يزول الانكسار وقد تم تصحيح المسألة. هناك مكالمة. نعم دكتور. سنعود إلى حسين من بوزرعة. نأخذ اتصال من يقول سيد أحمد بن عمر محمد من تمنراس. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم أختي كيرا. مرحبا بك محمد من صحراءنا الشاسعة. مرحبا بك في برنامج والصلح خير. سي محمد عندك مداخلة أو سؤال؟ نعم مداخلة سيد الكريم. باغي نصحح الاسم محمد عزي من تمنراس. محمد عزي من تمنراس. مرحبا بك أخي. تفضل. أنا سمع فيك. نقدم تحياتي وتشكراتي ليك ولشيخنا الفاضل. بارك الله فيك. يعني جزاكم الله خير. شكرا. ويجزاكم الله ربي سبحانه وتعالى. ومن واجبنا كمسلمين لازم نحترموا العلماء والعلم. نعم. لولا فضل ربي والعلماء تاعنا ما شرانا في هذه البلاصه. نعم. ويعني لولا العلماء تاعنا العلماء المسلمين راها فرنسا تمصيت لهويتنا الجزائريه. نعم. وفي فضل ربي يعني رجال صمدوا وخلصوا لهذا الدين الوطن. نعم. وما يجازيهم الله ربي سبحانه وتعالى. ونقدم تحياتنا وشكراتنا للمجاهدين الذين جاهدوا. بارك الله جاهدوا في الكفار جزاهم الله خير. نعم. يعني باش نخلي الكلمه المتدخلين يعني نشوف العلماء لازم نحترمهم. وانا اقول لك يا سيدتي الكريمه انا لست شيخا ولكن ابن شيوخ واحب الشيوخ واحترم الشيوخ. نعم. ودافع عن الشيوخ وما يجازينا الا ربي. يعني شيوخنا يعني نعتز بهم كما قال فضل الشيخ طول. نعم. العام ما نديروش الا نهار واحد. لازم يعني شيوخنا هم اللي قراونا وعلمونا ويعني والمثال لك ولشيخنا السعيد جزاه الله خير. بارك الله فيك. ونفتخروا به ونعتز به ونطلبوا لكم ربي والله يجازيكم وشكرا سيدي. بارك الله فيك محمد عزي من تمنراس. كانت مداخلة رائعة كيف لا. ونحن علينا باحترام كل الشيوخ في الشمال في الجنوب في الشرق وفي الغرب من هذا البلد العزيز الجزائر. بوركت سيد محمد عزي من تمنراس. نأخذ اتصال من الجالية في الغربة من فرنسا أسيا. السلام عليكم أسيا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة. مرحبا بك أسيا في برنامج والصلح خير. الله يسلمك وبك. مرحبا يا أختي. نعم عندك تدخل أسيا؟ مرحبا بك. وعندي تدخل على يوم العلم. نعم. الشكر يرجع دائما إلى علمائنا الأفاضل. بارك الله فيك. شكر. وخاصة الشيخ عبد الحميد بن باديس. نعم. رحمه الله. نعم رحمه الله. إمام عبد الحميد بن باديس. بزاف الحصص القرآن الكريم. بارك الله فيك. كل الحصص سيغتو حنايا الجالية المتواجدة كل الحصص. نعم. تتابعون بجدية البرامج. نعم أنا أتابعها من الصباح إلى المساء. الله يبارك. الله يبارك أسيا. مشاهدة وفية وفيك بركة. وفية جدا جدا. أنا ماكثة بالبيت. كمل دراستي بالجزائر وانا مقيمه الان في فرنسا. الله يبارك. الله يبارك. ربي في الولاد. عندك اولادك؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي بنت اسمها اسماء. نعم. ولا الاسره الصالحه؟ راكي في اسره صالحه ايتها الزوجه الصالحه ان شاء الله. امين امين يا اختي. امين. ربي يحفظك وربي كاع يحفظكم وجزاك الله خير. بارك الله فيك. انت وكاع الزملاء. بارك الله فيك. وخاصه الدكتور شكرا. نشكره جدا جدا على القضايا اللي يفصل فيها
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. الشكر موصول لك أيضا أسيا من فرنسا. قبل أن نرد على نكمل بالنسبة سعيد لحسين من بوزريعة ثم نشاهد الفيتيار. دكتور حسين من بوزريعة باش يفهم، لأنه الفريضة فيها ترتيبات وأولويات وحسابات أيضا. نعم، يبدو أن الفريضة أتممناها يا أخي حسين. إذا المسألة تصح من 8. نعم. تصح من 104. أصلها الأول هو 8، الزوجة الثمن الباقي للبنات والأبناء، ولكن بعد وجود الانكسار صحنا المسألة ووجدنا الأصل الجيد وهو 104. 13 سهما للزوجة والبنات والأبناء عندهم 91 سهما من أصل 104، وبذلك يزول الانكسار. هذا بالنسبة لجانب الفريضة. الفريضة بسيطة فريناها خلاص، ولكن المشكل وراه مسؤولية الأخ. مسؤولية الأخ يا سي حسين. أين هو؟ احنا في مقدمة اللقاء اليوم نعم. قلنا العلم من مقاصده. نعم. من مقاصده أن الإنسان يتبع طريق العلم نور والجهل ظلام. نعم واضح. درك الفريضة واضحة، هاو فريناها في دقيقتين فرينا الفريضة. ولكن الخدمة نعم. ربي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. إلى آخر الآية وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا من جهة. من جهة ثانية راه عطيت له وكالة، المفروض يكون في مستوى الوكالة. نعم. يروح يطبق الفريضة بإحصاء بجرد التركة، يعني يدير إحصاء التركة واش كاين. وقال لك الأب تاعو الله يرحمه خلى خير كبير تتمتع به كامل العائلة. الحمد لله الحمد لله. المفروض راه عنده هذه الوكالة، لابد أن يكون وفيا. نعم. وأن يكون أمينا، لازم يكون عنده الأمانة من أجل تطبيق هذه الفريضة نتاع ربي. نعم. يا ناس هذه الفريضة نتاع ربي سبحانه المالك الأصلي للأشياء للعقارات والمنقولات ولكل الموجودات، وأعطاها لنا أمانة في أيدينا، لابد أن نتصرف فيها وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. المطلوب من أخيك هو تطبيق هذه الفريضة. نصيحتنا له يا أخي حسين، أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. أقول لأخيك هذا، نقول يا فلان هو عندك أجر كبير كي تجري على العائلة وتحصي هذه التركة وتطبق الفريضة نتاع ربي سبحانه عز وجل، هو عندك أجر كبير عند ربي. الناس ما لازمش يشوفوا غير الأموال. نعم. لازم يشوفوا الحسنات، يشوفوا الستر نتاع ربي سبحانه عز وجل. نعم. يشوفوا نعم. الفضل اللي يعطيه ربي سبحانه اللي يجري على العائلة ويفل هذه المشكلة. من 2007 الآن كنا في 2016. علاش تبقى القضية هكذا وتبقى؟ ربما نقول الأخ الشقيق الأخ حسين، نقول ممكن لو كان أنت ما تخدمش خدمتك كما بغاها ربي ونبي. نعم. ممكن القضية تطول تبقى 20 سنة و25 سنة، هناك ذنوب ومعاصي وآثام وظلم ومظالم على أخوي العزيز. لماذا؟ طبق الشريعة نتاع ربي وبذلك تتهنى تماما. نعم. وتحافظون على لحمة العائلة. دائما نكرر نقول أيها الناس اتقوا الله، قسموا الممتلكات، الأراضي والدراهم الدوفيز ولا الدينار ولا قسموا كلش، ولكن ما تقسموش الأخوة التي بينكم. نعم. التي أمرنا بالحفاظ عليها. لازم نحافظ على هذه الأخوة. لذلك هذه من مقاصد علم الميراث، يعني نعم. من مقاصد يعني النص على المواريث في القرآن والسنة. نعم. باش يقولنا ربي والنبي صلى الله عليه وسلم طبقوا هذه الفريضة وتتهناوا. نعم. تولي الأموال لا تتحول إلى سبب لمشكلات وأزمات. نعم. تولي إلى سبب السعادة. نعم. تستثمرون هذه الأموال وتغلثوها في الخير إن شاء الله وتحافظوا على أخوتكم. نعم دكتور، بقيت 8 دقائق. نعود إلى مقران من بجية. وإن كان دكتور كان الصوت رديء، مشكلة تمطوط مع الزوجة تاعو. نعم، هي دائما مشكلة تمطوط دائما تعود مرة أخرى. نعم. دونك سي مقران شيء خناغيما الميراث والزوجة نعم خناغيما الحقيقة ثمسلتيك يعني لو نفهم غيره، ولكن كان مادام تجي تليفونك إن شاء الله نسول إن شاء الله نسول إما ذكي غاز كاميرا ربي سبحانه عز وجل. هذا كيني وهو قد يغلين هيراون أولا قد ظن باللي الزواج ذي العوامي مزورة تسين وغورنا تسنولفون وغورا أوفيني معاونات سيدي ربي ذقوالي سينا دي سورة البقرة الآية 237 إن ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. إن ثثرة الفضل يكون شريكين. هكا غير إمام قرآن ما إلا يعني نتساثهث يعني إلى وين ذا الصار شيني عيونيت الدياسان نيس فيغا شيني محسوب نصحيت ولهيت سافري ذي الهان صبر في اللاس
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم. هذا حديث نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم باش يخلي هذه الأسرة دائما يعني متلاحمة ومستقرة. لذلك شيني غايما إن شاء الله من بعد السيولة إن شاء الله إما ذكي ذاكي نغاز كاميرا ربي سبحانه عز وجل ولي شيني كل قالي هذا ذاك غايما هذاك الشمل يراون سالخير استيزط تفرم وهوراكي يقلن يراون ما إلا ذير مسلي بعد الثلاثة سيم قرن أخويا يير مسلي بعد الثلاث. نعم. قارن الجرح يتغيزي يحلو يراوالي تغيزي يرنو أي لسيلان ذاك سوم ذا شوك يرن ذا سنان ذا مسلي جاني مزورة ذا ولي ساعة نزال إن شاء الله يفكر ربي ثلوث يراون أو يخرف العشنون إن شاء الله. نعم دكتور. حتى المقبلين على الزواج دكتور عليهم بنصائح عديدة بالنسبة للأسرة المستقرة. دكتور الشيخ أرزقي من تيزي وزو كانت مداخلة مهمة جدا جدا. تفضل دكتور. الله يشكرك يا أخي أرزقي الشيخ أرزقي بارك الله فيك. أشكرك جزيل الشكر على هذه اللطائف وهذه الرسائل المهمة نعم. التي قدمتها في بيان فضل العلم وأهله. فإذا كان الله عز وجل رفع من قدر العلماء فلا يصح نقلا ولا عقلا أن ننقص من أقدارهم. نعم. من أقدار الأموات ومن أقدار الأحياء. في ملاحظة ما نخليوش الواحد العالم حتى يموت وبعدين كما قال أحد الإخوة خدمات ما بعد الموت. نعم. يعني لا، ماذا بك يكرم هؤلاء العلماء في حياتهم. نعم. نعم. الله يبارك الأموات انت يعني علماءنا سواء في الجزائر أو على مستوى البلاد العربية عموما أو على مستوى العالم الإسلامي. بل نعم. على مستوى العالم. لأن العلماء لهم فضل كبير عند رب العزة جل جلاله. بنوا حضارة، قدموا الخير للناس، ويعني قدموا حلولا لمشكلات يعيشها الناس. نعم. فمن مقاصد العلم إخراج الناس من الحرج الذي يعيشون فيه. نعم. مهما كان هذا الحرج. لذلك أفكار مهمة جدا ورسائل مهمة جدا، وكذلك نهتم بالأحياء. ذكرت بارك الله فيك الشيخ طاهر تعالجتي هذا من علماء الجزائر الذين اعتزوا بها أيام اعتزاز. الشيخ محمد صلاح بن الصديق أيضا من علماء الجزائر ومن كبار السن. هؤلاء العلماء قدموا ولا يزالون يقدمون للدين ويستحقون والوطن. حتى زيارة إعلامية دكتور. يستحقون كل ألوان التبجيل والتكريم. نسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأن يبارك في أعمار جميع أهل العلم. ثم أشار إلى مسألة في غاية الأهمية وهي ملء الأوقات. حينما سألته عن يعني دور كيف نزرع محبة العلم والعلماء في قلوب الصغار. ومن إشارته اللطيفة استثمار الوقت. هنا أذكر أيضا كتابا آخر أيضا قال للشيخ محمد عبد الفتاح أبو غدة. عنده كتاب ذكرته قبل حين، صفحات من صبر العلماء على شهادة العلم والتحصيل. عنده كتاب آخر مهم اسمه قيمة الزمن عند العلماء. قيمة الزمن. نعم. عند العلماء. وقد أشار يعني إشارة لطيفة جدا إلى علمائنا كيف كانوا يحسنون استثمار الزمن. وقد أشار إلى الإمام الآمدي وأشار كذلك الإمام الماوردي وأشار كذلك الإمام ابن تيمية والإمام النووي وأشار إلى الإمام البيروني. وقد ذكر في الهامش ما قاله المؤرخ الفرنسي سخاو، يقول عن الإمام البيروني هو أكبر عقلية عرفها التاريخ. ويروى أنه كان منشغلا في طلب العلم وفي تحصيله إلى آخر لحظة في حياته. وحينما زاره عواده كانوا يتناقشون في مسألة علمية دقيقة، وقال لهم إذا وجدتم الجواب فأفيدوني به. وقال له أحدهم ماذا تفعل بالمعلومة الآن وأنت مودع لدار الدنيا؟ فقال أحب أن ألقى الله وأنا أعلمها أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. ويعلم أنه كيدي معلومة جديدة في آخر لحظة في حياته، هذه بسببها ربي يزيد له قيمة في الجنة. وهذا مقام العلماء، وهذا حرص العلماء على التحصيل العلمي إلى آخر الرمق. إذن أشكرك يا أخي الشيخ رزقي على ما قدمت. بارك الله فيك. أنت أيضا دكتور سعيد بويزري. محمد عزي من تمن راست بالنسبة لمداخلته في البداية قال احترام العلماء والعلم، وقال أنا ابن الشيوخ، لا أزكي نفسي ولكن أنا ابن الشيوخ. من صحراء العميقة. تفضل دكتور. الشيخ محمد نقول لك يا أخي ما جاء في الحكمة لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. دقيقة. نعم دكتور. اللي يعرف قيمة الرجال
عنده هذه. والرجولة بالمناسبة مقام. نعم. لازم نبينوا للناس كي يسمعوا كلمة الرجلة ماشي معناتها الذكور. نعم. ربي ما قال الرجولة مقام وأوصاف. نعم. لذلك ربي قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واستقبالي تقارن شبحة برقز تير رقزة. هذه حكمة ورثناها من أجدادنا رحمهم الله. أما بالنسبة لطمس هو الجزائر حقيقة لولا جهود العلماء نعم. ولولا فضل الله أولا وجهود العلماء المخلصين الأوفياء لطمست الهوية الجزائرية على مدار قرن و32 سنة. ولكن كان الصمود وكان النصر المستحق للأمة. نسأل الله دوام النعم. بارك الله فيك دكتور. وآسيا نشكرها جزا الله خير. آسيا من فرنسا. الله. آسيا من فرنسا سنعود إليها في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. بالنسبة لآخر مداخلة في برنامج والصلح خير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. الصلح مع العلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو.